مليون مبروك لفيوتشر يا جماعة، الصعود على حساب بيراميدز في المباراة اللي جمعت بينهم أمس بركلات الترجيح 14-13 لصالح فيوتشر. مباراة ماراثونية، مباراة نعتبر يعني فوق المتوسط شوية، يعني تعتبر أداء يعني جيد من الفرقتين. ما وصلش لمرحلة الامتياز زي ما بيقولوا، بس مباراة يعني لنسيان لبيراميدز وهارد لك لبيراميدز. بصراحة يعني هما ما لعبوش لعبهم اللي هما المعتاد. لو كانوا لعبوا لعبهم المعتاد كانوا ممكن عملوا حاجة، بس يعتبر كانوا تأدية واجب وخلاص، عايزين يخلصوا الماتش بأي طريقة. ما كانش عندهم رغبة في الفوز. بس فيوتشر كانت بتلعب بكل روح وكل إصرار، ومبروك لفيوتشر الصعود على حساب بيراميدز. هيلاقي ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله. النادي الاهلي فاز يا جماعه على سيراميكا بهدف في البلاس 90، هدف ماركة النادي الاهلي. امام عاشور يا جماعه يعتبر هو رجل مباراه الاهلي وسيراميكا. ماتش بين الاهلي وسيراميكا، الماتش كان ماشي السجال، يعني هجمة هنا وهجمة هنا، وسيراميكا بتلعب على الهجمة المرتدة والأهلي ضاغطهم باستمرار. بس الماتش خلاص وصل للدقيقة 90 والحكم هيروح لضربات الترجيح. يقوم إمام عاشور واخد الكورة من نص الملعب وطالع بيها يمة ال18، والظروف تخدمه ويعدي من الأول والتاني ويلعب الكورة بالعرض. الكورة تخبط في قدم المدافع بتاع سيراميكا، وسبحان الله الحظ محالفه، بدل ما تخبط في قدم لاعب سيراميكا وتطلع بره، لا خبطت في قدم لاعب سيراميكا وجت في العارضة. وبعد من العارضة عملت اسيست لمدافع سيراميكا، وبعد كده دخل الجول. يعني في كورة غريبة عجيبة، أول مرة أشوف حاجة زي كده، بس الحظ حالف إمام عاشور وجول في البلاس 90 ماركة النادي الأهلي يا جماعة. مليون مبروك للنادي الأهلي، مباراة قوية وفعلا يستحق الفوز. النادي الأهلي داخل البطولة ديت عايز ياخدها بأي طريقة بعد ما خد البرونزية في كأس العالم. قال لك لازما، الإدارة قالت لازما إن النادي الأهلي ياخد البطولة ديت بأي طريقة، السوبر المصري. مبروك للنادي الأهلي الفوز. هيلعب إن شاء الله فيوتشر يوم الخميس القادم الساعة 7. ماتش قوي. فيوتشر يعتبر عنده كذا لاعب مصاب برضو، وفي إرهاق برضو في لعيبة النادي الأهلي. هنشوف ماتش إن شاء الله جيد، وتحديد المركز الثالث والرابع هيتلعب في نفس اليوم يوم الخميس الساعة 3 بين بيراميدز وسيراميكا. مليون مبروك للفرق المتأهلة وهارد لك للفرق اللي هي خسرت، والقادم أفضل إن شاء الله لجميع الفرق بإذن الله. ونتمنى بطولة قوية وبطولة ترفع رأس مصر إن شاء الله. ونتمنى إن التحكيم يعني يهتم شوية بحتة الحياد، يبقى الحكم ما يعرفش ألوان فانيلات، ينزل محايد، ما يعرفش ولا لون أحمر ولا أخضر ولا أبيض ولا أي لون، ينزل اللي شايفه يحسبه. يعني شايف فاول يحسب فاول، شايف ضربة جزاء يحسب ضربة جزاء، شايف انذار يستحق انذار، يستحق انذار يدي انذار، اللي شايفه يحسبه. ونتمنى التحكيم إن شاء الله يبقى في أحسن صورة في النهائي بإذن الله. ومليون مبروك للفرقتين، فيوتشر والنادي الأهلي، وهارد لك لبيراميدز وسيراميكا.